عن المرشحين لخلافة المدرب الصربي رايفاتش في تدريب المنتخب الجزائري، وكتبت تحت عنوان 10 تقنيين مرشحون لخلافة رايفاتش. عاد الشارع الكروي الجزائري للخوض في جدل المدرب الجديد الخضر بعد أن كان هذا الجدل قد احتدم في الربيع الماضي عقب استقالة الفرنسي كريستيان غوركوف، ثم خمد بعد انتداب الفاف لرايفاتش. وأشارت اليومية الجزائرية بهذا الصدد إلى تواجد 10 مدربين مرشحين للإمساك بالقيادة الفنية للخضر، لعل أبرزهم جمال بلماضي والبلجيكيان مارك فيلموتس وجورج ليكينز، إضافة إلى الفرنسيين روان كوربيس وبول لوغوين ورودي غارسيا وفيليب تروسيه ولويس فرنانديز. تحدث رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد راوراوا للمرة الأولى بعد رحيل المدرب الصربي ميلوفان رايفاتش، معلنا أن المدرب هو الذي استقال من المنصب. راوراوا أكد عدم تحمل اللاعبين المسؤولية، مشيرا إلى أن الخلافات شيء عادي يحدث عقب أي مباراة في كل مكان. وأكد راوراوا أن الأمر تكرر عقب نهاية مباراة الجزائر والكاميرون التي انتهت بالتعادل، حيث شهدت غرفة الملابس نقاشا ساخنا، لكن المدرب رايفاتش اعتبر أن علاقته مع اللاعبين باتت صعبة، لذلك قرر تقديم استقالته من تدريب محاربي الصحراء. ونفى راوراوا أن تكون استقالة المدرب الصربي مشكلة بالنسبة لهم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية الاستقرار، معتبرا إياه أساس التقدم. وأعلن البدء مباشرة في عملية البحث عن مدرب جديد، مبينا أنه سيكون في المستوى وسيتمتع بخبرة كبيرة خاصة من ناحية الاتصال مع اللاعبين، قائلا إن المدرب الجديد قد يشرف على المباراة المقبلة أمام نيجيريا.